تعالي معايا في دقيقتين وأنا هاقول لِك إزاي تعملي أحلى مِش فلاحي من حاجة كلنا بنرميها. إيه هي الحاجة دي؟ المَيّة اللي أنتم شايفينها قدامكم دي المَيّة اللي بتنزل من الجبنة، ولو عايزة تعرفي طريقة الجبنة أنا منزّلة فيديو كامل عنها وهانزّل لكم فيديو shorts بإذن الله بعد يومين. المَيّة اللي إحنا بنسميها شرشة، بمجرد ما بتنزل من الجبنة، بابدأ إن أنا أجمّعها في الحلة زي ما أنتم شايفين كده، وباحطها على النار علشان تغلي. أول ما بتدخل في مرحلة الغليان، بتبدأ تكوّن التكتلات البيضا اللي أنتم شايفينها قدامكم دي، باسيبها تغلي على النار حوالي 4 أو 5 دقايق، وبعد كده باطفي الشعلة وباسيبها تبرد. أول ما بتبدأ تبرد، بتبدأ الشرشة تتكوّن فوق والترسبات البيضا بتبدأ تتكوّن تحت. بابدأ إن أنا أصفّي الشرشة بالشكل ده كده، أسيب الشرشة على جنب علشان أحطها على الجبنة، لإن هي دي اللي بتحافظ لي على الجبنة، والتكتلات البيضا دي اللي هنعمل منها المِش الفلاحي. دي التكتلات البيضا أهي، أنا كنت حاطاها في الطبق، باحطها في دُرَق الخلاط، وبعد كده عندي هنا الفلفل الأحمر، لازم يكون فلفل أحمر زي ما إحنا شايفين كده، بلاش الفلفل الأخضر يا جماعة، لإن الفلفل الأخضر هو اللي بيساعد إن المِش يتكوّن فيه دود أو ما يقعدش معاكِ فترة طويلة. بابدأ آخد حوالي 2 أو 3 على حسب الكمية اللي أنا باعملها، وباقطّعهم في الخلاط بالشكل ده، والباقي باقطّعه باعينه في الفريزر علشان لمّا أعمل أي وقت تاني. لو عندِك قرون شطة حمرا بتستخدمي واحد منهم، أنا ما كانش عندي ومش باحبه، فجِبت شوية شطة مطحونين وحطيتهم في المِش اللي أنا باعمله. الكوباية دي كوباية لبن رايب، يعني أنا أول ما بابدأ إن أنا أشتغل باجيب كوباية لبن وباسيبها برّه التلاجة كده علشان يروب، باحطها عليه وبعد كده أضربهم في الخلاط بيبقى بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. عندي هنا في الطبق زي ما إحنا شايفين دي حتة جبنة قديمة، الجبنة القديمة دي عايزة أقول لكم إن عندي والله عاملاها من السنة اللي فاتت، بابدأ أجيبها وأهرسها بالشوكة كده، دي كانت آخر قطعة عندي وباحطها وباقلبها فيهم كده. كده المِش أصبح جاهز معايا، باجيب البرطمان اللي أنا باحط فيه وبابدأ إن أنا أحط فيه بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. لو عندِك بقى أي ترسُّبات جبنة في برطمان يعني أنا كان علشان دي كانت آخر قطعة في البرطمان، فأنا صفّيت المَيّة اللي فيه وأخدت الترسُّبات اللي تحت دي بتبقى قطع جبنة متكسّرة صغيّرة كده، عندِك جبنة رومي بتحطّيها وبعد كده بتحفظيه وأحلى مِش فلاحي.